بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء وحبايبي، لقيت مقولة جميلة للإمام الشافعي رضي الله عنه، قلت نقراها مع بعض. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: طلبنا ترك الذنوب فوجدناها في صلاة الضحى. يعني أنت لو عايز ربنا يتوب عليك من الذنوب وتترك الذنوب، واظب على صلاة الضحى، واسمها كمان صلاة الأوابين. الأوابين اللي دايما بيرجعوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، طلبنا ضياء القبور، أكيد طبعا مفيش غيره هو القرآن، وجدناها في قراءة القرآن. وفي فرصة عظيمة يا ولاد، احنا في الأجازة دلوقتي نمسك المصحف ونحفظ ونقرأ القرآن. جميل، القرآن هو اللي هيبقى مؤنسنا في القبر. ليه؟ لأن الإنسان لما بيموت يا ولاد، القرآن بيتجسد في صورة إنسان جميل كده، وبيحتضن صاحبه وبيؤنسه في القبر. طيب، وطلبنا عبور الصراط. الصراط ده طريق كده اللي يعدي منه ربنا هينجيه، ده موجود على ظهر جهنم. طيب، نعبر الصراط ده اللي هو الصراط ده طريق أدق من الشعرة وأحد من السيف. عايز أعبر الصراط أعمل الصوم والصدقة. طيب، والإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول: وطلبنا ظل العرش فوجدناها في محبة الصالحين. دايما أتعرف على الصالحين وأحب الصالحين علشان أتعرف منهم. وكمان بيدخل في ده صديقي يا ولاد. ما تصاحبش على أي حد، اتصاحب دايما على الانسان اللي عنده خلق علشان اتعلم منه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا مثل الصديق الصالح والصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكير. اكيد صاحبك هيأثر عليك باي طريقه. طيب، وكمان لما نحب بعض واحب حد احبه في الله، ما احبوش عشان مصلحه او اي غرض. يلا، شكرا ليكم، سلام عليكم.